بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الأسعار ما شاء الله في مؤسسة أبيان الاقتصادية اليمنية في زنجبار فرح مول ما شاء الله. بالنسبة للأسعار ما شاء الله يعني تختلف عن أسعار الأسواق. مثلا الدبة الزيت هذه ب7.5 بتحصلها عند التاجر ب8 و200 8 سعرها في أي دكان. الدقيق السنابل محسوب عند بقاية التجار ب20,200 ريال ما شاء الله، هنا ب18,200 ريال. شوف الفرق ما شاء الله، يعني بتشوف سامان ب100,000 بتحصل لك ما شاء الله بعدها 20,000، هذه تغطي لك فراغ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المواطنة من زنجبار. اليوم جينا هذا المكان مشان المؤسسة الاقتصادية عشان الأسعار يحكوا عليها. الأسعار وجدناها مناسبة. طبعا الحمد لله اليوم تم افتتاح المعرض الرمضاني الثاني لمحافظة أبين في العاصمة زنجبار في المكان فرح مول، واحنا سعداء جدا لخدمة المواطنين. وتم ايضا بحمد الله وضع حجر الاساس في ساحة الشهداء بحضور العميد سامي السعيدي مدير العام للمؤسسة الاقتصادية في الجمهورية، وبإشراف محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين. وهذا حجر الأساس يعني لبناء مجمع استهلاكي ليكون يعني منفذ بيع مستمر، وهذا ما وعدنا به السنة الماضية، وإن شاء الله سيتم بناءها قريب. تلقى صعوبات بالنسبة للصعوبات سيادة المحافظ ما قصر في تدليل كل الصعاب لنا ومتابعته لنا ووقوفه بجانبنا، ونوجه له الشكر الكبير من هذا المكان معرض الرمضاني. المعرض الرمضاني بيستمر إلى متى؟ يمكن 20 يوم هكذا. قد نضطر زي المرة الأولى زي ما مددنا 10 أيام. هل مواد غذائية جديدة بالدخول أو؟ طبعا اعتمدنا على الأساسيات مثل الرز، الدقيق، السكر، الزيت والسلع الرمضانية كلها. طيب يعني نقول العام القادم إن شاء الله يكون في مبنى الجديد بإذن الله تعالى. هذه كلمة من لسان العميد سامي السعيدي، قال بيتم العمل يعني مباشرة. أمس أنا نزلنا المهندسين تبع المؤسسة خططوا المكان وحددوه، فالموضوع مش موضوع قول، موضوع فعل تنفيذي إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.